يعني لو كانت الزوجة اتطلقت من زوجها ايوه تمام وتزوجت اخوه افتراضا ايوه تمام هذه هذه اخت ابليس. الحلقة هذه سويناها بناء على الحلقة اللي قبلها حلقة الطلاق، بسبب انه جاتني اسئلة كثير في السناب شات عن الطلاق. فالحلقة هذه جبنا مستشار قانوني عبد الله برادة وحنسأل الأسئلة اللي جاتني في السناب شات ونعرف أجوبتها سوا. حياك الله حبيبنا عبد الله. الله يحييك. طيب احنا على طول حندخل في الأسئلة عشان مدة الحلقة انت عارف، فنبدأ بأول حاجة قبل ما نبدأ في الأسئلة. بس أبغى تعريف بسيط عن الطلاق والخلع وكمان الفسخ. الفسخ اول شيء قبل ما ابدا في الإجابة لازم ننوه للمشاهدين إنه هذه دردشة ومعلومات عامة. أنا ماني بعطي استشارات قانونية، لأنه كل واحد إذا أحد عنده مشكلة أو قضية فلازم يرجع لمحامي المختص أو يشوف محامي مختص، لأنه الوقائع قد تغير من الأحداث، فلا تعتمدوا على الكلام اللي بيصير. جميل جميل. طيب نبدأ دحين، اديني تعريف الطلاق والفسخ والخلع. أول شيء في الطلاق والفسخ والخلع. الطلاق هو إنه الرجل يطلق المرأة ببساطة. أيوه ببساطة. الخلع هي إنها تطلب من المحكمة إنها تخلع وترجع الصداقة يعني اللي هو المهر والهدايا. والهدايا لا، يعني حتى يعني لو اداها هدايا واشياء زي كده ما فيها. لا الهدايا الله راحت عليك، إلا إذا كنت الهدايا هذه نصيت إنها جزء من المهر. اوكي. إذا نصيت أو فهمتهم إنه هذه الهدايا جزء من المهر ليك حق إنك تطالب. لأنه احنا عارفين لما هي تخلع يعني ترجع كل حاجة. لا، ترجع المهر المذكور الصداقة في عقد أو الصداقة. ايش ذهب، يكون ذهب، مجوهرات، جوالات، اللي هو. اما اذا كان مهر مبلغ مثلا واعطاها هدايا، اشترى لها ذهب، اشترى لها مجوهرات، اشترى لها الماس، هذه الله يعوض عليه فيها. اوكي. يعني لو كتب بيت باسمها راح عليه لو ما كان محطوط في المهر. هذه اذا هديه راحت عليه. طيب نبدا دحين باسئله السناب شات. تمام. اول سؤال، هذه واحده تزوجت وما استلمت مهرها، الله يعينها، ايش الوضع؟ هل تقدر يعني هي اصلا طالبه هنا انها تبغى تسوي فسخ؟ والله شوف، هذه اذا ما استلمت مهرها بناء على الماده 106 من نظام الاحوال الشخصيه يقول لك اذا تم الدخول بها فانه المهر يصبح دين حال. يعني تقدر تروح تقدم في دعوه في المحكمه ويحكم لها القاضي بالمبلغ وهو لسه زوج، يعني ما هو زوجها، لا ما يصير الفسخ. طيب بس كيف تجلس معاه في بيت واحد؟ لانه ممكن يكون في ضرر اكبر في الفسخ، يعني ممكن يكون يعني صار عندهم اطفال، صار عندهم اولاد، يعني في على هذه القاضي هو حينظر له. اوكي ايوه. بس يعني قصدي الموضوع كده اكورد شوي، يعني انتوا الاثنين في بيت واحد وانا رافع عليك قضيه، فاهم يعني خاصه افسخونها يعني. يعني هي المفروض ما تكمل من البدايه، يعني ما تنقل عنده تقول له ادفع بدل انا اطلع من بيت اهلي. طيب هذه قصه واحده ثانيه. ولكن أيوه. لو ما دخل فيه ايوه فان ليها الحق انها تفسخ العقد. تروح للقاضي وتقول انا ما استلمت فلوسي وكذا كذا كذا ويفسخ لها العقد. اوكي على النظام. يعني لو هو ما لو اللي دخل بيها لو برضه تبى تسيبه تسوي خلع ساعتها ممكن تسوي خلع، وساعتها اصلا هو ما دفع مهر فراحت هذه فادي مع بعض. أيه. او اذا في احد اسباب الفسخ الثانيه تقدر تقدم فسخ. ولكن اذا ما دخل بها ما نقلت ما انتقلت الى عسل. طب انا بس انا شويه انا شويه ملخبط. الفسخ والخلع ايش الفرق بينهم؟ فرق كبير. الخلع ممكن تيجي المراه تقول انا ما عشرته ماني طايقاها. اوكي. يعني ممكن ما يكون عندها سبب قوي لانها كارهه الرجل، فليها حق ترجع له مهر والصداق ويخلع. اما الفسخ فالقاضي حيفسخ العقد وما حيرجع له مهر ولا حيرجع له شيء. اوكي. فلازم يكون في سبب قوي للفسخ. يعني زي ايش؟ ممكن اخل بشروطه حق العقد. مثلا هي مقدمه كاتبه في العقد انه انا ابغى اشتغل في عقد الزواج، انا ابغى ادرس. أيوه. بعد كده ما صار ما ومنعها. طب أيوه. او مثلا كان يعني لا سمح الله متعاطي للمخدرات وفي ادله يعني تثبت، فساعتها يصير فسخ. تقدر تقدم بالموجب حتى لو كان يضربها ولا حاجه ما كده تنحسب. التعنيف شيء ثاني،
على حسب. بس ما له يعني على حسب، ما له علاقه بالفسق يعني، لا ما يعتبر. لا، مو على حسب درجه التعنيف. اوكي. يعني حسب درجه التعنيف، ممكن يكون تعنيف مثلا بس كلمها، ممكن يعني. والنظام يعني ضمن حق المراه وحتى الزوج في حاله وجود تعنيف اسري يعني. طيب موضوع التعنيف ده ما دخلنا فيه. هذه واحدة برضو، قصة واحدة في السناب شات معنفة وخايفة تشتكي. يعني هي قاعدة تتعنف من زوجها. ما أدري يعني إيش قصدها معنفة، هل بيضربها ولا بس سب ولا إيش، بس معنفة وخايفة تشتكي عشان زوجها لا يعرف. والله شوف، في هذا يعني اول شيء الله يعينها ويكون في عونها. بس اول شيء الدولة مشكورة، انشأت الإدارة العامة للحماية البشرية تحت وزارة التنمية الاجتماعية. فتقدر عندها حلين، يعني انها تخش على الموقع الوزارة تفتح بلاغ، او تتصل على رقم، اعتقد عندهم رقم مجاني 19 19 اذا ما كنت غلطان. أيوه. تتصل عليهم وتبلغ عن الحالة الأسرية، وهم وهم حيعطوها الإجراءات المناسبة، ايش تسوي، ايش الخطوات المناسبة. يعني وحتى يعني لو كانت ما تقدر تعيش معها في البيت ولازم تخرج، عندهم هم برامج مختلفة يتصرفوا على أساس، يتصرفوا على اساس الحالة. يعني هي تتصل على الرقم وهم يدلوها على الطريق الصحيح، بحيث انه يعني لو كان التعنيف خطر جدا هم يعرفوا كيف يتصرفوا. لو من غير ما كان زوجها يعرف. ايوه لو كان التعنيف في ضرب شديد، في ايذاء جسدي شديد، ايوه في ايذاء جسدي شديد، ليها حلين. يعني انها تروح للشرطة على طول. ايوه الشرطة حيعطوها تحويل الى المستشفى، او انها تروح المستشفى وتاخذ تقرير وتروح بعدين للشرطه. وتروح بعدين فيه للشرطة. اوكي. وبموجب التقرير هذا تقدر بعدين ترفع، تضمن حقها، سواء تطلب بالتعويض او تطلب بالفسخ على حسب التعنيف. وبعدين النيابة العامة صرحت في تويتر بأنه في حالة وجود عنف أسري وثبت على شخص، أنه الغرامة تكون تقريبا من 50,000 إلى سجن سنة. 50,000 يعني 50,000 وسجن كمان. وسجن. يعني لو واحد قدم، وممكن بس واحدة فيهم، يعني لو واحد قدم مرته كف يدفع 50,000 وينسجن لمدة طبعا. سنة يمكن. وممكن السجن، ممكن بس 50,000، ممكن تكون أقل. هذا تقدير يعني تقدير أيوه. للقاضي. أيوه. يعني أنت وحظك. يعني قبل ما تنفعل اشرب شاي اخضر كده وروق امورك. طب هذه، طيب يعني لهذه الاخت اللي تسال اتصلي وهم حيرشدوكي للطريق الافضل. طبعا لما نعرف القصه منها كويس. طب نروح لسؤال ثاني. هذه قصه واحده ايش، معلش، هذه قصه واحد مرته بتكذب وتقول عنه اشياء مو صحيحه وطالبه الفسخ، فهو مو عارف ايش يسوي. ما هو موضح صراحه ايش الاشياء اللي كذبت فيها. بس انها طالبه الفسخ. عشان تطلب الفسخ لازم يكون عندك اسباب قويه. يعني مو اجي اقول والله يعني واذا كانت بتكذب لازم تثبت. يعني مثلا ادعت عليه انه بيضربها، لازم تثبت. ادعت عليه بانه رسلت له في الواتساب وهو رد عليها في الواتساب. ايوه مانعها. ادعت انه ما بينفق عليها ومانع عنها الفلوس. أيوة. اي حاجه تدعي لازم تثبتها لازم تثبتها يعني بوقائع حقيقيه. أيوة. يقبلها القاضي، يكون عندها ادله قويه يعني. يعني ما بس كلام، يعني ما تقدر تخوف بس تقول له انا حقول للقاضي اللي سويت وسويت. لا ما حتمشي كده. كان كذا كان نص فسخ. طيب هذا سؤال جاي من واحده. واحده اتطلقت وكل شيء ماشي ودي معها. يعني هي بتقول انه كل شيء الحمد لله ماشي ودي، بس خايفه يكون في شيء فاتها. يعني هي خايفه انه هو ما مشي معها ودي عشان لا تروح تشتكي وتاخذ اشياء اكثر. يعني هي شكله في حضانه ولا في شيء ماني فاهم انا، بس انه المقصد انه هي تفكر انه لا ترفع، بتخليها عن طريق القضاء عشان لا يضيع حقها لو في شيء. عندها حلين، يا انها تتجه للمحامي والمحامي يسوي عقد بين الشخص هذا، يوضح حقوق كل احد، يوضح الزيارات، يوضح في الحضانه مع مين، كل حاجه انه متفق عليه ويوقع. حيوضح كل حاجه ويوقعوا الطرفين عليها، واذا في شهود طبعا احسن. طيب هذا حل. رقم واحد. رقم اثنين ممكن تخش على منصه اسمها تراضي. ايوه. وحتى الان غالبيه كثير بعض من القضايا لما تروح ترفعها في المحكمه تتحول الى منصه تراضي. اللي يحاولوا يصلحوا. والمنصه هذه يعني الحمد لله فيها يعني ناس مختصين جدا، يعني يعرفوا يتكلموا ويعرفوا كيف يقربوا وجهات النظر بين الزوجين ويوثقوا كمان.
اوكي يعني وبالعكس هذا الشيء افضل للزوجين. يعني انت لما تحل الموضوع ودي، وبالذات لو كان بينهم اطفال طبعا، يعني نقول لها الحمد لله انه ودي واستمر على ذلك. ايوه بالعكس حل ودي وافضل. ويعني لانه في ضغط نفسي على الاطفال حيصير كثير، وحيخسروا فلوس، حيوكلوا محامين، سوري اصحاب المحامين يعني. بدل ما يخسروا الفلوس هذه كلها والضغط النفسي اللي يصير، تنحل ودي، وبدل ما بينهم اطفال يعني يفضل انه يفضل يكون ودي بينهم، افضل من ودي. طيب بس يعني انا اللي اعرفه حتى زمان كان الموضوع اصعب، يعني حكايه ايوه زمان كان الموضوع سيء جدا. ليش؟ لانه كان مثلا لو الاب والام رفضوا، ما كان في بينهم حل ودي، مثلا القاضي حكم انه الحضانه عند شخص والثاني يزور، مثلا يزور يومين او وريفر، فكان الاب او الام لازم يروح قسم الشرطه ويسلم، دخل في الشرطه في قسم الشرطه، ويجي الطرف الثاني ياخذ الاطفال، يستلم الاطفال. تخيل انت الاطفال كل اسبوع مثلا يزور مرتين هو بيخش قسم الشرطه وبيطلع من قسم الشرطه، وقسم الشرطه طبعا بيكون في مجرم. طب ودحين كيف اللي صار؟ الان الحمد لله الدوره مشكوره، انشات جمعيه خاصه هي المختصه في الموضوع ده. يصير يستلم أيوة ويسلم. اذا كان الاب والام ما بينهم توافق في الموضوع ده، تسلم الطفل هناك وتروح تستلم. وطبعا الافضل من هذا كله لو كان ودي يصير من البيت للبيت، أيوة. ما يحتاج طرف ثالث، وهذا افضل. هذا افضل شيء. طيب نروح بدام الموضوع حضانه وما حضانه، هذه واحده تبغى الحضانه. انا يعني انا كنت يعني لما شفتها قلت يا اخي الموضوع شوي غريب بالنسبه لي. اي احد يبغى حضانه. طيب هي واحده تبغى الحضانه لولدها وما تبغى تتخلى عنه باي شكل ما، وبتسالنا بتقول ايش تسوي؟ يعني هي خلاص هي تبغى حضانه باي شكل. والله شوف، بناء على الماده 127 من باب الحقوق الشخصيه، النظام كفل الحضانه للام. اوكي يعني هو اصلا حضانه لها. ايوه كفل الحضانه للام، وبعدين الترتيب الام، بعدين الاب، بعدين الام، بعدين الاب. اوكي بعد الاب الام ترجع ثاني، بعدين الاب او الاصلح بناء على امر المحكمه. يعني المحكمه في اهمها الاول مصلحه المحظوظ، يعني فين مصلحته. اوكي حتى الترتيب اللي ذكر في الماده ممكن المحكمه تغيره بناء على مصلحه المحظوظ. اذا رأت المحكمه والله انه مصلحه انه يجلس مع الاب اكثر من الام، او يجلس مع الجده اكثر من الام والاب، ايوه ممكن المحكمه تامر بانه والله الاب تكون الحضانه عند الجده للام او الجده للاب. طيب طيب يعني يعني هي المفروض ما عندها مشكله يعني زي كذا، خلاص الحضانه لها ما عندها مشكله. هل في سبب يخلي الحضانه مو لها؟ شوف، اذا تزوجت ايوه والزوج الجديد ما له علاقه، يعني لا يقرب للمحظوظ، يعني ما بينهم صله رحم، يعني ايوه ما بينهم قرابه مباشره، ما هو محرم عليها. ايوه ففي هذه الحاله تتنقل الحضانه للاب، الا لو اثبتت الام انه الاب فيه عيب مو كفو يعني ايوه، والزوج الجديد وافق في المحكمه، يقر انه هو موافق انه يربي الاطفال هذول ويهتم فيهم الى ما يكبر. اوكي طيب ممتاز. بس لو كان في قرابه، لو كانت لنفرض انها بنت او حاجه زي كذا وكان في قرابه، هل يعني لو كانت الزوجه اتطلقت من زوجها ايوه تمام وتزوجت اخوه افتراضا، ايوه تمام، هذه اخت ابليس. هذه تنتقم منه شر انتقام. تزوجت اخوه تزوجت في هذه الحاله ما الحضانه عندها، يعني كذا هي كسبت الحضانه وكمان تزوجت اخوه وتقهر وقته يعني عاد اذا اخوه كمان وافق انه يربيهم، فالنظام قال لك كفل لها الحق. الا اذا الاب اثبت انه يعني هذا فعل جدا شنيع من الام غير كفو انها تربي الاطفال بناء على في النهايه على حسب القاضي كيف على حسب القاضي. يعني قلت لك في الاخير هي مصلحه المحظوظ، يعني النظام كفل للمحظوظ وكفل للام والاب وحقوقهم، بس اذا راى القاضي انه مصلحه المحظوظ تقتضي غير ذلك حيغير في الترتيب، حيقول لا كذا، لا هذا افضل، لا الاب افضل او تمام. ايه تمام. طيب هنا في واحده يعني صراحه كلامها طبعا غريب. قبل ما نخرج الموضوع نفهم الناس انه الحضانه الان اصبحت الى عمر 15 سنه. اوكي من 15 الى 18 يخير المحظوظ، تبغى الاب او تبغى الام. حلو. وبعد 18 خلاص هو اصلا ما في حضانه. اي بعد 18 ضغط الحضانه خلاص هو حر. طيب ننتقل للسؤال هذا.
هذه واحده خرجت مع صاحباتها تمام، وزوجها قال لها لو خرجتي انت طالق. اي فبتقول ايش السوات يعني، بتقول هذه هي خرجت خلاص. هذا الموضوع معقد شويه، ولكن النظام ايوه اعطاك حل. الماده 181 قالت هي شويه يعني صعبه، اذا كان الزوج نيته انه يطلقها ايوه فيقع الطلاق، اما اذا ما كان نيته انه يطلقها ما يقع. يعني نفترض انه جاء قال لها لو خرجتي انت طالق. انت طالق، ايوه بس هو نيته ما كان يبغى يطلقها، هو قال لها الكلمه دي بس انه يعني مثلا يبي يخوفها، يعني انه بيحسها انها تجلس، فاهم، او انه يمنعها ما تبغاها تخرج. اذا كانت هذه النيه فلا يقع الطلاق. ولكن اذا نيته كانت بالفعل الطلاق فهنا يقع الطلاق. اذا كان نيته قال لها اذا خرجتي فانت طالق، وهو أيوة. ينوي ان لو خرجت هي طالق، فهنا يقع الطلاق. طبعا يعني هذا السؤال خلاني افكر في سؤال ثاني يا اخي. انت يعني زي هو ما اثباتها صعب، ايوه ما هذا هو. تخش في نية الشخص، فهو يعني لو تعرف الشخص شيء حيساله ايش نيتك كانت. حيسأله طبعا. أيوة. او حيستطيع انه يستشف من الاحداث او من الوقائع انه كان كذا ولا النية. كذا. أيوة. بس اثباتها برضو يعني صعب، انك كيف تثبت نية شخص في وقت ما هو قال الكلمة، وقت ما قالها مو دحين. اي الوقت اللي هو قال ايش نيته كانت. طيب هي اخي احنا في عندنا يعني انا بتكلم عن نسبة طلاق عندنا قريبة ال 40%. صح تقريبا حاجة زي كذا. ما نتجامع بس انه يعني نقول نفترض النسبة يعني 40%، خلينا نفترض كذا. تمام. يعني في رأيك ايش الرقم هذا؟ ليش من فين جاي؟ من اي من ايش؟ والله الاسباب كثيره ويعني ما لها حل، بس انا يعني دائما اتوقع يعني وحسب ما قرات يعني وحسب خبرتي اللي شفتها يعني انه ال اهم سبب واكثر سبب انه هو ما في تواصل بينهم، او اللي هي الكوميونيكيشن. تحس لما يكون بينهم مشاكل ما يعرف مثلا الشخص المتضرر، الطرف المتضرر ما يعرف يعبر عن مشاكله، فيكبت الموضوع في نفسه. الطرف الثاني برضو يبغى يتكلم عن حاجه ما هو عارف. لما يكون في مشكله في بعدين يبدا يصير سوء فهم، بعدين يبدا في سوء فهم، او انا مثلا بقول حاجه الشخص الثاني يفسرها بطريقه او الشخص الثاني يفسرها بطريقه اخرى. طب معلش زماناتنا يعني ايام زمان، مو زماناتنا ايام زمان يعني ما كان في طلاق قد كذا يعني. معلش يعني الحين اول كانوا نعرف يتواصلوا، الحين صرنا ما نعرف. ممكن يعني دحين انت لا تنسى انه الاشياء الخارجيه، المؤثرات الخارجيه كثيره. يعني نتكلم عن التواصل الاجتماعي، السناب شات، خلانا يعني هذه صار في مصادر كثير للمعلومات. يعني مثلا الزوج او الزوجه زعلان، زمان مثلا ما كان في، ما حيفتح جواله يدور في جوجل يقول انا والله دحين الا مرجعك ليها. حيرجع لا، ممكن يكلم ابوه، ممكن يكلم امه، اول شيء حيحاول يحل الموضوع ودي، حيحاول حيفكر في حلول. اذا ما قدر حيكلم الاب وحيكلم الام، حيكلم الشخص العاقل اللي هم يثقوا فيه، وعاده حيحل بينهم. الان لا، يعني تلاقي انت لما تصير مشكله اول شيء يروح له انكل جوجل. ايوه خش على انكل جوجل انا ما ادري فاس، وتبدا تاخذ معلومات. ممكن من تعتمدوا مثلا على الصحبات او على المواقع الاجتماعيه او على تجارب ناس يعني شخصيتهم تختلف عن شخصيه الشخص هذا. فللاسف اتوقع هذا يعني احد الاسباب اللي زود. يعني وبرضه اعتقد الضغوط الماليه. ايوه يعني هذا في العالم كله، يعني لما يكون في ضغط مالي على احد الطرفين، ايوه ف يصير ما بيكمل، او الطرف الثاني مثلا هم اثنين، واحد اصبح دخله مره عالي والثاني دخله بسيط، ممكن احد الطرفين يقول لك لا انا ما هو في فرق في السرعات في فرق في الدخل. ففي بعضهم يشوفوا هذا يعني عيب، في كثير يعني للاسف بسبب المادة. كلها بسبب الماده. بس العام هو التواصل والكوميونيكيشن. انا حاسه هي اكثر حاجه، انه ما يعرفوا يتواصلوا مع بعض بالطريقه الصحيحه. حبيبنا عبد الله، يعني شرفتني اليوم. شكرا، الله يعطيك العافيه.
ويعني ان شاء الله انه يعني افدت الناس هذولا، وان شاء الله يكون الجواب كافي لهم. بكده نوصل لنهاية حلقتنا. إذا عندكم أسئلة كمان اكتبوا لي في التعليقات، وإن شاء الله لو كانت الأسئلة كفاية أستاذنا حبيبنا عبد الله حيكون معانا في حلقة جاية ونتكلم فيها أكثر.